إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 من مايو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يقدم لكم الزميل أحمد شريف متابعات لاحتفالات أسمر بالذكرى 33 لاستقلال إريتريا. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. وزارة الإعلام الإريترية تعلن عن تعرض نظام الإنترنت إلى هجوم إلكتروني واسع النطاق تزامنا مع عياد الاستقلال. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي الرئيس الإريتري ويتباحثان بشأن الأوضاع السودانية. وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمصري يسفر عن مقتل جندي مصري في مدينة رفح عند الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أعلنت الحكومة الإريترية بأن نظام الإنترنت في البلاد تعرض لهجوم سبراني واسع النطاق ظهر 24 من مايو تزامنا مع احتفال البلاد بأعياد الاستقلال. وبحسب ما ذكر موقع وزارة الإعلام الإريترية shabayit.com، تم إحباط المحاولة من خلال الإجراءات الدفاعية المضادة التي تم نشرها على الفور، وواصلت الشبكة عملها دون انقطاع. وأضاف البيان أن هوية المنشئين والمهندسين والمنفذين لمحاولة الهجوم السبراني ليست غريبة على عيون الحكومة الإريترية، وسيتم نشر الحلقة كاملة في الوقت المناسب. هذا وقد أثار الخبر ردود أفعال متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي اتسم غالبها بالتهكم والسخرية من الخبر، نظرا لكون خدمة الإنترنت المقدمة في البلاد ضعيفة وتكاد تكون معدومة في غالب الأوقات. في زيارة قيل إنها جاءت في إطار مشاركة السودان في احتفالات إريتريا بأعياد الاستقلال، التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار الرئيس الإريتري اسياس أفورقي في العاصمة أسمرة. وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، تركز اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك وفق استراتيجية حكومة السودان لبناء علاقات خارجية متوازنة مبنية على احترام وحماية المصالح المشتركة بين السودان والدول الصديقة التي وقفت إلى جانبه في ظل الحرب التي يقودها ضد قوات الدعم السريع. وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان له أن مالك عقار قدم تنويرا للرئيس الإريتري حول تطورات الوضع الإنساني والموقف العسكري والمبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية وموقف الحكومة منها. وجدد حرص السودان وانفتاحه على كافة المبادرات التي تحفظ كرامة الشعب السوداني وسيادة السودان. وأضاف البيان أن الرئيس الإريتري اسياس أفورقي أكد وقوفه إلى جانب السودان والعمل مع حكومته لإنهاء معاناة السودانيين جراء تداعيات الحرب والنزوح واللجوء، وشدد على واجب قادة حكومة السودان في السير به إلى بر الأمان في ظل المؤامرات الكبيرة التي تحاك ضده وخطط تقسيمه حسب تعبير البيان. وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إلى إريتريا، حيث كان قد زار إريتريا في يناير الماضي، التقى خلالها الرئيس اسياس أفورقي وحصل على تطمينات إريترية بالوقوف إلى جانب السودان والتأكيد على عدم السماح بامتداد رقعة الحرب إلى شرق السودان المتاخم للحدود الإريترية.
في تطور مفاجئ ولافت للأنظار للحرب على قطاع غزة، قالت كل من مصر وإسرائيل بأن حادثة لتبادل إطلاق النار وقع بين الجيش الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل جندي مصري على الأقل وجرح عدد آخر. وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن الجنود في الجانب المصري من المعبر هم من بدأوا بإطلاق النار، وأن الجيش الإسرائيلي قام بالرد على مصدر إطلاق النار. فيما أعلن المتحدث العسكري المصري عن استشهاد أحد العناصر المكلفة بتأمين منطقة الشريط الحدودي في رفح، وأضاف أن مصر تجري تحقيقا بواسطة من أسماها بالجهات المختصة حيال إطلاق النار في الشريط الحدودي. وتأتي هذه التطورات نتيجة حالة الاحتقان التي يمر بها القطاع، لا سيما عقب الاستهداف الإسرائيلي مساء الاثنين ليلة الثلاثاء لمخيم النازحين في رفح، والذي أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات من المدنيين الذين لجوا إلى المنطقة باعتبار تحديدها بأنها منطقة آمنة. هذا وقوبل القصف بإدانة واسعة واستنكار إقليمي ودولي، وبحسب تحليلات المراقبين السياسيين يمكن أن تؤدي تداعيات حادث إطلاق النار إلى آثار سلبية على الصعيد الأمني والدبلوماسي بين مصر وإسرائيل. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يرصد لكم الزميل أحمد متابعته لاحتفالات أسمر بالذكرى 33 للاستقلال. نتابع سويا. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء في كل مكان، تحية مباركة طيبة لكم من إذاعة إيرنا الدولية في باريس. هذه حلقة جديدة في برنامج متابعات، ونتابع هذه المرة احتفالات أسمر بالذكرى 33 للاستقلال المجيد. أولا قبل هذا وذاك نزف التهنئة الحارة مرة أخرى للشعب الإريتري البطل، ونترحم على الشهداء، ونحيي معاقي حرب التحرير، ونحيي الذين دفعوا الثمن الغالي، كل الشعب الإريتري، مقاتلين ومناضلين ومدنيين وعلماء وشباب وأطفال وأمهات ونساء، كل الخلق الإريتري أنا أحييهم باسمي وباسم كل المستمعين في هذا الاستقلال المجيد 33. هذه الحلقة تأتيكم على خلفية ما شهدته مدينة أسمرة وما شهدته بقية المدن الإريترية من احتفالات بالذكرى 33 للاستقلال، ولكننا نركز كالعادة على المشهد الاحتفائي والاحتفالي الذي شهده أستاذ أسمرة بالذكرى 33، حيث يمثل قمة وعقد الاحتفالات، حيث يتقدم الفرعون الحاكم بأمره في أسمرة وحاشيته، وهو يعتبر الاحتفال الرسمي، والناس دائما يتوقعون يعني يشدون انتباههم إلى خطاب الرئيس وكيف تبدو المظاهر الاحتفائية. بشكل عام المظاهر الاحتفائية على مستوى الوطن، أيضا خارج الوطن، وخاصة للذين يعني يؤيدون مجموعة أسمرة من المواطنين الإريتريين، وهذا حقهم في التعبير وحقهم كذلك في ما يرونه تأييدا ودعما ومساندة. لم تختلف الاحتفالات في الداخل والخارج، كلها شكل واحد، أفراح وأغاني وابتهاجات وسرادق هنا وهناك. على الجانب الآخر في فئة كثيرة من الناس من الإريتريين
لم يلقوا بالا لهذا الاحتفال، باعتبار أن من يقوم به وينظمه هي مجموعة حاكمة متسلطة ومتجبرة على رقاب هذا الشعب. بالتالي هذا الاستغلال لا يعنينا بالشيء بشكل أو آخر، احتراما للمواقف. ولكن يظل الاستقلال هو يعني ثمرة كفاح الشعب الإريتري وتضحياته وفداؤه لهذا الوطن العزيز بالغالي والنفيس. صحيح أن المسار لم يكن على ما كان متوقعا أو على ما ينبغي أن يكون عليه، ولكن هذا لا يمنع أنه التأكيد على أن هذا الاستقلال وهذا الاستحقاق هو لكل الشعب الإريتري مهما طغى الطاغية وتجبر المتجبرون. ولكن أيا كانت المواقف فهي محل احترام وتقدير، ولكن التأكيد على أن هذا الاستقلال هو استقلال عبد بالدماء والاستشهاد وتضحيات الجسام. نركز دوما على احتفالات أسمرة، خاصة يوم 24 عصر ذلك اليوم تقاطر آلاف الناس إلى أستاد أسمرة من الرجال والنساء والأطفال والشباب ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الدين، وكذلك قوات الدفاع الإريترية، وكذلك قوات الدفاع بمختلف اتجاهات البرية والجوية والبحرية، وأيضا رجال الشرطة والأمن والاستخبارات، وإلى جانب كل ذلك طبعا الطاغية الحاكم في أسمرة وحاشيته من الوزراء جلسوا في أماكنهم المعتادة. أستاذ أسمرة خلال 33 عام، لو سألت عزيز المستمع الكريم والمستمع الكريمة، لم يجري على ذلك الأستاذ، على الرغم من أنه يشهد كل عام احتفالات البلاد بالذكرى للاستقلال، لم يضف إلى ذلك الأستاذ إلا جانبين فقط من المصطبة الرئيسية فقط، وعلى المصطبة المواجهة ربما كذا مدرج ليس إلا يعني. حتى الحاشية والحكومة المتجبرة هذه زمان لم يكن لها سقفا تجلس فيه، ولو صبت الأمطار في أي وقت من الأوقات ربما يعني ما معروف كان يتوار وين. وسبحان الله يعني على الرغم من أنه أحيانا أمطار أسمرة بتبدأ في شهر 5 كمان يعني، لكن عادة يعني لا تمطر، وكأن السماء تشارك هذا الشعب في غضبه وامتعاضه يعني. وإلا غير ذلك بعد الاحتفال بيوم أو قبله بتمطر يعني، حيث تبدأ أمطار أسمرة الرسمية في شهر 6 طبعا و7 وكده، ولكن أحيانا بتمطر. عموما الشيء الوحيد الذي تم تحديثه في أستاد أسمرة الذي يشهد كل عام احتفالات البلاد، قبل سنوات عملوا سقف بالنسبة لطاقم الحكومة والدبلوماسيين، أما البقية فيجلسون في العراء يعني لا حول لهم ولا قوة. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. بعيدا عن هذا وذاك نركز على الخطاب. طبعا خطاب الحاكم بأمره في أسمرة، قبل أن يقدم خطابه يعني هذا العام ما عارف من الذي رمى في عيون الناس وفي عقولهم أن الرجل سيفاجئ المشاهدين والمستمعين والقلق الإريتري كله بإصلاحات أو بإعلان قرارات أو بطرح برنامج يعني وفاقي. والناس يعني برضو قالوا من هنا وهناك وتوقعات وما إلى ذلك. نحن على المستوى الإعلامي والشخصي لم نتوقع إلا ربما الرجل يتفوه بكلمة عربية، يعني ليس بكلمة واحدة، ولكن يضمن كلامه الذي دوما هو بالتجرينية، ربما يضمن لشيء في نفسه واحتواء أو يعني
رميا لسياسات تجاه السودان وغيره، ربما يرمي بشيء من اللغة العربية، لكن الرجل تمترس في لغته الواحدة، وهذا من حقه طبعا كرئيس يختار اللغة التي يتحدث بها، لكن كرئيس تحكم مجموعة متعددة كان ينبغي أن تكون، ولكن يشكر على الرغم من مجابهته لبقية اللغات. لكن يعني كانت ترجمة لكلمة الرئيس ألقاها أحد الزملاء الإعلاميين الأصدقاء له التحية، إلا كلمة واحدة تفوه بها الفرعون الحاكم بأمره، وهي مسألة التطبيع. التطبيع قالها بالتجرينية وبالإنجليزية والعربية، هذه الكلمة الوحيدة التي تضمنها خطابه كلمة عربية. ما عدا ذلك هو نفس المحتوى، وليس بالضرورة أن نقول بأي لغة تحدث وما إلى ذلك. لكن ما هي الأفكار التي طرحها الفرعون الحاكم بأمره؟ هي ذات المسألة، ذات الحوار الذي يقوم به هنا وهناك، والكلمات التي يتشدق بها دوما، والناس اعتادت، وكأنه يعني حقيقة الناس إذا ما سألون الناس لماذا يأتي أولئك الذين يأتون ويجلسون بالساعات للاستماع إلى خطاب لا يتحدث عن قضاياهم المباشرة، عن معيشة المواطن، عن مستقبل الأمة، عن تطلعات الأمة، عن إصلاحات، عن وفاق، عن حوار وما إلى ذلك. الناس ربما أنا أقول يأتون لواحدة من ثلاث أشياء: إما أنهم مدفوعون، وهذه طبعا معروفة أنه من خلال الأحياء لا بد أن يعني وحدين يدفعون دفعا، ده احتمال واحد. الاحتمال الثاني يأتون لأنهم يحسون حتى لو كان كلام الرئيس فارغ وما عندوش أي معنى في حياتهم، ولكنهم يؤكدون على أن هذا اليوم يوم فرح ويوم استغلال، وبالتالي سواء تحدث الفرعون في قضاياهم أم لم يتحدث فإنهم يأتون. يعتبرونه جزء من استحقاقات الاستقلال، عليهم أن يفرحوا أيا كانت السماء، يعني ستمطر أو لا تمطر. الشيء الثالث أنا أعتقد أنه برضو الناس يأتون لأنهم يودون أن يكسروا الروتين الذي يلفهم طول العام، وعلى الأقل يجلسون على المصاطب وتنقلهم الشاشات، لأنه في إريتريا كما تعلم ما في وسائل اتصال مباشر. هذه الوسائل التقنية التي سهلت كثيرا من الأشياء في التواصل على الوسائل المختلفة، سواء كان الواتس أو الفيسبوك، الماسنجر وتويتر وانستغرام وغيره من التكنولوجيا الرقمية التي أتاحت المجال، فالشعب الإريتري محروم، وبالتالي يأتي هناك لكي تنقله الشاشة الكاميرا. وهذه تعتبر برضو رسالة أنا في تقديري، لكي يراهم أهلوهم وذويهم في الخارج ويطمئنوا عليهم ويسلموا عليهم. هذا شيء. الشيء الرابع ربما كذلك يأتون لمشاهدة أبنائهم، وهم يعني لأنه يعني أكثر من تقريبا 6,000 ولا ما بين 4 إلى 6,000 طالب وطالبة من الشباب هم الذين شاركوا في الكرنفالات، في الأغنيات المصاحبة للأغنيات التي قدمت في أستاذ أسمرة، كذلك للدراما الموسيقية التي قدمت والمارشين وما إلى ذلك. يأتون كذلك لكي يشهدوا أبنائهم وبناتهم وهم يؤدون دورا وطنيا، وهو ما في شك أنه يعتبر دور يعني شكل من أشكال الفرح، سيما وأن تلك العروض الطلابية والشبابية هم يعني هؤلاء الشباب ينخرطون في تلك البروفات والاستعدادات من 2 إلى 3 أشهر، ونحن على علم بذلك يعني. ولذلك الأسرة تكون يعني برضو منتظرة تشوف كيف سيقدم ابنها. ما هم كل طفل ينتمي إلى أسرة يعني، والغالبية هم من أبناء أسمرة، وحتى إذا كان من الأقاليم يكونوا مستقرين في أسمرة، إما يكون جولي الخدمة أو غيرها، ولكن 90% هم من أبناء العاصمة أسمرة.
وبالتالي أهلوهم وذويهم موجودون. فإذا جاء لكل طالب مثلا أو كل شاب مشارك في الكرنفال والعروض العسكرية وغيرها، فإن قرابة 6000 عندما يجتمعوا في الاستاد فيملوه عن بكرة أبيه. هذا غير رجال الأمن والاستخبارات والعيون والشرطية والأمنية وما إلى ذلك. عموما غير هذا هم لا يأتون لكي يستمعوا إلى خطاب له محتوى وله رسالة. لكن لا ننكر فنقول إنه كل هؤلاء مدفوعون. هنالك من ينتمي لهذه المجموعة ويؤيدها تأييدا كاملا ما في شك، سواء كان في الداخل والخارج. في عدد لا بأس به حتى لو عنده قدرا من التساؤلات ومن التحفظات، ولكن يعني لما آلت إليه كثير من دول المنطقة، وخاصة الحرب الإثيوبية التي كانت بشكل أو آخر إريتريا طرفا فيها على مدى السنوات الأخيرة. كذلك الغبن والتراكمات من المجموعة اللي كانت تحكم إثيوبيا بعد زوال نظام منغستو، يعني تركت يعني آثار وتراكمات تاريخية يعني وبقع سوداء في نفسية الشعب الإريتري، سواء كان الذي كان موجود داخل إريتريا أو الذين طردوا بالآلاف من إثيوبيا. المجموعة التي كانت تحكم والآن أصبحت في مهب الريح أو شيء من التاريخ. أيضا هنالك تراكمات في نفسية الشعب، والشعب ربما يأتي ليعبر عن أن هذه الحكومة على الرغم من تنكرها وتجبرها وما إلى ذلك، ولكنها أيضا شفت غليل كثير من الناس في أنه يعني كأنهم ثأروا لأشياء كثيرة. ونحن لا نبرر طبعا دخول إريتريا بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن ما في شك أنه تلك المجموعة التي كانت تحكم إثيوبيا، وإثيوبيا كلها ارتكبت حماقات على خلفية حرب بادمة، تفجير عدد من المراكز المدنية لكثير من المدن الإريترية، وتفجير مقابر الشهداء، وكذلك يعني قصف عدد من المدن الإريترية، والمدن التي لم تقصف بالطيران الإثيوبي بعد حرب 1998 3 مدن تقريبا في إريتريا. ما عدا ذلك كل المدن طالتها قصف وهجوم ومدفعية الطيران الإثيوبي. من المدن التي أذكرها تقريبا لم تقصف ولم يصلها الطيران الإثيوبي مدينة كرم ومدينة نقفة وربما مدينة جندع. ما عدا ذلك كل المدن طالتها، وبالتالي هنالك حماقات، يعني هنالك تراكمات وهنالك غضب داخل الإنسان الإريتري. ولذلك والذي يأتي إلى احتفالات كعيد الاستقلال فيه شيء من النشوة وفيه شيء من الانتصار وفيه شيء من رد الكرامة والاعتبار وما إلى ذلك. المهم الذين يأتوا إلى أستاذ أسمرة والذين برضو يعني يتماهون مع مجموعة أسمرة في الخارج واحتفاء بالمهرجانات وما إلى ذلك، هم بين هذا وذاك. هذه إذاعة إرنا. أما إذا ما أتينا لمحتوى الخطاب، فإن محتوى الخطاب لم يتضمن شيئا يذكر، ما عدا خرج عن يعني لأول مرة يتحدث عن القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وللشعوب الحرة، القضية الفلسطينية، تحدث عنها بشكل صريح، وربما هنا كسب شيئا من التعاطف ومن القبول، لأنه فعلا يعني هذه هي الحقيقة والمعلومة أو الموقف الذي يشكر عليه. يعني تضمن الخطاب وأعلن موقف الحكومة الإريترية مناصرة للقضية المركزية للأمة الإفريقية والعربية والإسلامية، الشعوب الحرة التي تريد الكرامة، فانتصر للقضية الفلسطينية. وهنا سجل موقف يشكر عليه، كما سجل موقفا آخر ليس في كلمته اليوم، ولكن موقف الحكومة من الإخوة السودانيين بعد أن ما جرى ولا يزال يجري على السودان في الاحتراب الأهلي المسلح للأسف. فموقف الحكومة كان موقفا مشرف تجاه الشعب السوداني. لم يتضمن طبعا خطابه أنه يعني أشار إلى
ما تعانيه دول المنطقة، ولكن لم يحدد السودان على تحديدا مباشرا، وقال إنه أوضاع المنطقة تؤثر علينا، ولكن دعا الشعب لمزيد من شد الأحزمة ولمزيد من الاستعداد لمواجهة كل المؤامرات التي تتربص بالوطن العزيز. وكالعادة أتمنى خريفا سعيدا وما إلى ذلك، وغير ذلك سرح في قوى الاستكبار ودخل في التاريخ وقوى الهيمنة والتجبر وهكذا، يعني لم يأتي الخطاب بشيء جديد. هنا ينبغي أن نذكر المستمع الإريتري، المستمع الكريم أينما هو، ونذكر كذلك الذين كانوا يتوقعون ويحلمون أنه حتكون في قرارات تمس حياة الإنسان والمواطن الإريتري. هي هذه المجموعة هي هكذا لا تتغير، وكما قال المولى عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كأنما نحن محتاجون أن نغير من أنفسنا أولا، ثم نتوقع التغيير في خطاب هذا أو ذاك، لعله يعني تنطبق علينا انطباقا تاما هذه الآية. عموما تحية وتهنئة للشعب الإريتري البطل الصابر، خاصة الموجود في الداخل، وهو يرى كل هذا الخذلان، ولكنه يعبر ويقول: مهما تنكبت المجموعة الطريق فإننا ماضون في الاحتفال، ماضون في تأكيد وصايانا للشهداء. وفي هذا أنا أعتقد هي رسالة قوية، إن كان في المجموعة من يفهم، يعني أنتم تستمرون في هذه المواجهة وفي هذا التنكر وفي هذا المنعطف غير الوطني، ونحن متمسكون بالمبادئ، ولا بد أن نحتفل بعيد الاستقلال ونهنئ بعضنا البعض، وفي نفس الوقت نؤكد على أننا ماضون في الصبر والمثابرة. دي أكبر رسالة أنا أقول الشعب الإريتري يقدمها دوما لهذه المجموعة. وكما قال الشاعر: لا تحسبوا رقصاتي بينكم طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم أحيانا. الشعب الإريتري طبعا هو متألم وهو يرقص. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء، متابعي إذاعة إرنا الدولية في باريس، مجددا كل عام وأنتم بخير. تحياتي معد ومقدم البرنامج، أي برنامج متابعات، محدثكم أحمد شريف. تحياتي مقرونة دوما بتحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. وزارة الإعلام الإريترية تعلن عن تعرض نظام الإنترنت إلى هجوم إلكتروني واسع النطاق تزامنا مع أعياد الاستقلال. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي الرئيس الإريتري ويتباحثان بشأن الأوضاع السودانية. وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمصري يسفر عن مقتل جندي مصري في مدينة رفح عند الشريط الحدود بين مصر وقطاع غزة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.